كتير مننا بيشوف الوقت على إنه عدو. دايما في إحساس إن الواحد متأخر وإنه في سباق خسران ضد عقارب الساعة. بس الحقيقة بصراحة أقصى من كده بكتير. الفكرة مش إن الوقت بيضيع مننا، لأ، الحقيقة إننا بنهدره بإيدينا وعن قصد. طيب إيه هي بقى الحقيقة القاسية دي اللي محدش عايز يسمعها؟ يلا بينا نتعمق في الموضوع ده ونكشف عن الواقع ده، الواقع المؤلم. لكنه ضروري جدا والكل بيحاول يهرب منه. هنبدأ بأول قسم وهنتكلم فيه عن أكبر كذبة في العالم كله، العذر اللي بقى تقريبا رد فعل تلقائي عند أي حد فينا. جملة أنا ما عنديش وقت. الجملة دي خلاص بقت هي العذر الرسمي لأي تقصير أو أي تأجيل، بنسمعها كل يوم وبنقولها كل يوم. والمفارقة العجيبة هنا إن الواحد بيلاقي وقت لكل حاجة تانية. في وقت نفتح فيسبوك 10 مرات في الساعة، وفي وقت نتفرج على فيديوهات قصيرة ملهاش خاخر، ووقت للسهر. لكن فجأة أول ما تيجي سيرة الشغل أو على هدف مهم، سبحان الله الوقت بيختفي. يعني المشكلة في الحقيقة مش في عدد ساعات اليوم 24 ساعة للكل ما بيتغيرش. المشكلة الحقيقية في غياب النية، في غياب الالتزام بجد. وهنا بقى النقطة الجوهرية، محدش فينا بيلاقي وقت للحاجات المهمة، لا هو بيخلق ليها وقت. الموضوع قرار واعي ومقصود مش صدفة. طيب خلينا نروح للقسم التاني وهنشوف فيه إزاي الراحة اللحظية اللي بنختارها النهاردة ليها تمن غالي قوي بندفعه في المستقبل. كل قرار سهل ومريح بناخده النهاردة، زي مثلا إننا نأجل مهمة صعبة، هو في الحقيقة سرقة. بنسرق فرصة من مستقبلنا. كل مرة بنهرب فيها من المجهود بنقتل جزء من إمكانياتنا وإحنا مش حاسين. لأن الوقت مش بيضيع بالساعات الكبيرة، لأ، هو بيتسرق حتة حتة بالدقايق. 5 دقايق هنا في الرسايل، 10 دقايق سكرولينج على الموبايل، ربع ساعة هبص بصة سريعة على حاجة. كل دي حاجات تبان تافهة، لكنها بتتجمع وبتعمل مصيبة في الآخر. والمجموع في الآخر بيوصل لكام؟ اللصوص الصغيرين دول ممكن يسرقوا من اليوم لحد 3 ساعات كاملة من غير ما الواحد ياخد باله أصلاً. 3 ساعات، متخيلين حجم الإنجاز اللي كان ممكن يحصل في الوقت ده؟ وده ياخدنا للفخ اللي بعده، فخ كلنا بنقع فيه تقريبا، وهو فخ الاعتماد على الحماس أو التحفيز. شوفوا، الناس الناجحة مش كائنات فضائية بتصحى كل يوم الصبح متحفزة ومستعدة تكسر الدنيا، لا خالص، هم ببساطة منضبطين، وده هو الفرق كله. التشبيه هنا عبقري بصراحة. التحفيز ده عامل زي الضيف اللي بيزورك شوية ويمشي، دايما بيسأل هو أنا ليا مزاج أعمل كده؟ لكن الانضباط ده صاحب البيت نفسه، مش بيسأل، هو بيقول جملة واحدة اعملها وخلصنا. واحد معتمد على المشاعر المتقلبة والتاني على الالتزام الثابت. والنتيجة النهائية واضحة زي الشمس. لو الواحد قرر إنه هيشتغل بس لما يكون متحفز أو ليه مزاج، يبقى هيقضي عمره كله واقف في نفس المكان. وهنا بقى بنوصل للفكرة المحورية اللي ممكن تغير وجهة نظرنا كلها، فكرة إن الوقت مش عدو. الوقت ده عامل زي المراية. في وهم كبير عايشينه إن كتر الحركة معناها إنتاجية. الحقيقة إن الواحد مش مشغول، هو مشتت. في فرق كبير. ممكن الواحد يقضي 8 ساعات في الشغل وما يطلعش بأي حاجة مفيدة في الآخر. ليه؟ لأن طاقته وتركيزه متوزعين على مليون حاجة تافهة. فالوقت زي ما قلنا مش عدو، ولا هو معلم هيعلمنا حاجة، لا هو مجرد مراية، قوة محايدة تماما، كل وظيفتها إنها تعكس بمنتهى الدقة والأمانة عاداتنا وانضباطنا وأولوياتنا الحقيقية. والمعادلة هنا بسيطة ومباشرة. لو الوقت بيضيع في تفاهات، الحياة نفسها هتكون تافهة. ولو الوقت ده بيتم استثماره في حاجات ليها قيمة للمستقبل، الحياة نفسها بيبقى ليها معنى وقيمة. ودلوقتي بنوصل لآخر وأهم جزء في تحليلنا، الجزء اللي فيه القوة الحقيقية للتغيير. الحقيقة الصعبة اللي لازم نواجهها هي: مفيش حد جاي ينقذ جدولك، مفيش بطل خارق هيجي ينظم لك وقتك ويخليك منتج. دي مسؤوليتك لوحدك، مسؤولية شخصية بحتة. وهنا بتيجي الجملة الصادمة، الأقوى والأكثر مباشرة في المصدر اللي بنستعرضه. الجملة بتقول: الوقت مش هو المشكلة، المشكلة هي أنت. جملة قاسية صح؟ لكن ودي المفاجأة، ده في الحقيقة أحسن خبر ممكن الواحد يسمعه. ليه؟ لأنه لو المشكلة في الشخص نفسه، يبقى الحل كمان في إيده هو. القوة كلها في إيدينا إحنا. وده بيسيبنا مع السؤال الأخير والمهم اللي لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه. يا ترى كل واحد هيختار المراية بتاعته، مراية الوقت، تعكس صورة شكلها إيه؟